السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما عملت الوصفة الأولانية بتاعت القرع، فأنا رجعت تاني أعملها لكم لأن كل سألنا عليها. ما شاء الله عليها، بتعمل منها مهلبية، بتعمل منها صينية في الفرن بالبشاميل، بتعمل منها حاجات حلوة كتير بصراحة. بس أنا دلوقتي عايزة أقول لكم إيه بقى. هي الطعم جميل. القرع دوت يعني هو اصلا كده ملوش اي شخصية. يعني لو حطينا عليه اي مانجا هيبقى قرع بالمانجا، حطينا عليها موز لا هو كده ملوش. يعني اقصد ان احنا مثلا نقول لا ليه طعم معين، لا ملوش طعم معين. لو حطيتي عليه بطاطا هيبقى قرع البطاطا. يعني بصوا، فانا دلوقتي عايزه اوزن القرع. لما عملته كله انبهر بيه بصراحه ما شاء الله. فلما جاب لي القرع التانية ما قدرش اقطعها بصراحه، وكنت دايما حتى بوريها لكم زيت القرع، زيت القرع موجوده بس مستنيه حد يقطعها لي، فربنا يخليه. يعني لما جه امبارح قطعها وكانت هي بقى ما شاء الله كده حلوه كبيره، فانا عشان فقراتي فما كنتش قادره اقطعها. فربنا يحفظه يا رب ويخليهولي. انا دلوقتي لما اتقطعت بالليل لازم بقى ايه نوزنها، علشان كل كيلو منها بياخد ايه كوبايه سكر. فتعالوا بينا كده احلى قرع من بيتك ونشوف هيتعمل ازاي. دلوقتي ده كده هنوزن كده اهوت. كل كيلو عليه كوبايه سكر، ما بنحطلهوش ميه. تقطع اهو زي ما انتوا شايفين كده. ده 2 كده، وبيتقطع بقى مكعبات. ده 2 كيلو. بسم الله الرحمن الرحيم. نحط تاني كده اهوت. ما شاء الله، يعني هو مفيد. يعني القرع مفيد، وبعمل منه زيت القرع الجميل، حتى اللب بتاعه برضو. يعني عايزه اقول لكم بصوا كده، طلعته كده وبرده ضربته كده ضربه كده حلوه كده في الخلاط بعد ما غسلته كويس، واسيبه كده منشف. هيتعمل منه احلى زيت قرع التطويل وتنبيت الشعر كده هوت. يا ما شاء الله ما شاء الله. انا عايزه بس اشوف كام كيلو كده لسه. وكده 2 تاني اهمت كده. 2 و2 ادي كده 4. بسم الله الرحمن الرحيم. وممكن نحفظه كده في الفريزر، بس طبعا هياخد مساحة، فاحنا هنعمله زي ما انا بقول لكم دلوقتي. كده 4 وكده 5.5، يعني طلع 5.5 كيلو. هحط عليها 5 كوبايات سكر، والسكر كده مظبوط. يعني مش هنحاول نحط اي سكر تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي كده الله واحد ملوش تاني. ما شاء الله. هوقف كده عشان